لما لعب المنتخب المغربي بثلاث حراس بدأها يانيس وصلها بكل تأكيد إبراهيم غوميس وأنهاها وأي نهاية عن طريق حكيم المصباحي الذي تصدى للركلة الأخيرة وطار بالمنتخب المغربي إلى النهائي لتتواصل هذه الرحلة الجميلة والسعيدة هنا في أراضي تشيلي. تحية كبيرة أيضا للجماهير المغربية التي تنقلت رحلة جوية بين الدار البيضاء وسانتياغو. اليمنى عودة علي معمر مهمة جدا في مركز يا ظهير الأيمن. الكرة الطولية ياسر الزبيري لأن هناك نقاش يدور حاليا بين محمد إذا يكتفي فقط بالبطاقة الصفراء. هنا لا وجود لبطاقة حمراء، بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء. الشباك الأرجنتينية تعشق اليوم الشباك الأرجنتينية. ياسر الزبيري حكاية عشق مع الشباك، حب مغناطيسي مع الشباك، حكاية عشق مع الشباك. قلت مشاهدينا الكرام هل يتجدد العهد مع الشباك؟ هدف عالمي يا ياسر يا الزبيري. هكذا سجل في أحلى نهائي، هكذا جاء الخبر السعيد بالضربة الأولى في الشباك الأرجنتيني يا ياسر يا الزبيري. نعم هنا الضربة الأولى، هنا الفرحة الأولى. معمر يؤمن هذه الكرة لكن عادت إلى بريسياني يتحدى معمر. بريسياني برافو يا معمر، برافو يا معمر. يقف الانطلاقة، اللمسة من عثمان، العرضية ممكن جسيم بايار وسوء التفاهم في اللقطة الماضية. عادت مرة أخرى مغربية. الصادق راوغ يا سلام، الصادق يسدد ولكن باربي بعد ذلك كان بالإمكان أفضل. فائدة المنتخب الأرجنتيني تحضير غوروسيتو. هنا بريسياني خطير، بريسياني يتقدم، بريسياني ولا زالت صعبة. الدفاع في آخر لحظة، العودة للخطأ يقول الحكم لي كاريسو. بريسياني ربما كاريسو مرة جانبية. يعني كنا نتوقع بأن كاريسو سيرفع على الجدار. بالفعل هذه الإعادة مرة أخرى رفع على الجدار، لكن لحسن الحظ مرة زبير يعمل الكنترول ممتاز. انطلق معما عثمان 1 على 1. عثمان راوغ يا سلام يا عثمان، يدخل عثمان يسدد عثمان والكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية. الضغط ممتاز، برافو نعيم. الهربة في المساحة، يلا سير يا عثمان، امشي يا عثمان. العرضية وعثمان الزبيري جول. الله ياسر الزبيري. نعم تهتز معك الشباك يا ياسر، الشباك الأرجنتينية تهتز في هذه اللحظات، وفرحة بالراية المغربية عالية في المدرجات. هكذا عادوا ليسجلوا، هكذا قادوا التحدي. بداية من عثمان معمع يا عثمان، جاب عثمان، حطها عثمان، والزبيري القناص، الزبيري الجوليادور، الزبيري نعم الهداف، يسجل الثاني. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية، هي الهربة. سير يا معمر، كرة في وسط الميدان. عناصر المنتخبي الأرجنتيني، العرضية معمر بعد ذلك معمر أبدريبية وهبي وباها وسكيتيوي وأيضا وليد الركراكي. هذه كرة تسديدة لكنها بعيدة. لا يجب أن نترك الكرة للاعبين الأرجنتينيين في هذا المكان. المراوغة هنا، التمريرة بعد ذلك سيرفعون الكرة العرضية. معمر أنت الأول يا معمر، قوي كبير في الشوط الثاني. بريسياني مع سولير بعد ذلك التسديدة ولكنها تمر بعيدا عن مرمى إبراهيم، لأن ساركو مراقب. قائم الأول ياسر، تلعب هذه الركنية. بريسياني يعيد للخلف، سترفع داخل منطقة الجزاء. ياسر إبراهيم غوميس
ومرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام. عادت الى بيريز، هذا هو المثلث الخطير، هذا هو المثلث الخطير. سولير يلعب الكرة، بريسيان يحاول يمر، بريسيان ما يمرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش. برافو يا ابراهيم، برافو يا ابراهيم. قلت لكم بان هذا اللاعب في منتهى الخطورة، هذا اللاعب لا يترك. بريسياني رهيب، بريسياني خطير. نحذر من تحول الارجنتينيين السريع الان. الكرة للامام، الكرة للامام، هذه في منتهى الخطورة. صعبة اللقطة الماضية، كم كانت صعبة اللقطة الماضية. أخطر كرات الأرجنتينيين التسديدة الماضية. هل رأيتم لما هاجمنا؟ تسديدة وقذيفة جسيم، يلا يا جسيم. أوه جاب جسيم، جابها معمى وحده، معمى وحده، انطلق معمى، انطلق معمى وراوغ معمى. لا زالت لا زالت لا زالت لا زالت لا زالت مرت عالية. أوه كيف ضاع الهدف الثالث، أوه كيف ضاع الهدف الثالث. لقطة نعم كان ممكن أن تقربنا كثيرا من التتويج. هذه الإعادة مرة أخرى. المطاف، برافو يا شباب، شوط للتاريخ، شوط مميز، شوط قتالي، شوط في أهداف. صادق نعيم بايار، ياسين خليفي، عثمان معمى، ياسر السابري، إضافة إلى اللاعب ياسين جسيم، جسيم من البدلاء إلى جانب إلياس البوما السعودي. هذه كرة أرجنتينية على جهتها اليمنى مرفوعة الرأسية بعد ذلك، ولكن تصل إلى ضربة مرمى. ماذا يقول حكم المباراة؟ فيها ضربة مرمى ركنية، حكم الإيطالي يقول فيها ركنية. هذه الإعادة مرة اللاعب الأرجنتيني، الأرجنتينيين مرفوعة الكرة في القائمة الأول، صعبة. الدفاع يتدخل، الدفاع بعد ذلك يبعد الكرة. كل عناصر المنتخب عادت إلى الصادق مرة أخرى. الصادق يمرر، الزابيري في الانطلاق، الزابيري سدد. الزابيري كان قريب من الهاتريك. الزابيري جري على الأطراف، الطرف الأيسر الآن مع سولير، يلحق على الكرة سولير، مراقب من معمر، محاولة العبور بهذه الكرة. برافو برافو يا بايار، مقاتل يا بايار. أخرى أرجنتينيا الآن في الجهة اليمنى، مغامرة كبيرة عند الأرجنتينيين الآن في محاولة مرة جانبية. الكرة تنفيذ، بريسياني مرفوع الكرة، إبراهيم كان فيه خطأ، لكن عم تقدم بهذه اللقطة. بريسياني يظهر في الجهة اليمنى، بريسياني يرفعها الرأسية، بعد ذلك التسديدة مرت على المدافعين، ولكن اوت برا إلى ضربة مرمى. كم كانت لقطة خطيرة. هذه العرضية يا شباب، نحذر من بريسياني. يتلقى الإشارة الآن، وكاريسو بعيدة، مرة تالية، الحمد لله مرة تالية يا كاريسو. هذه الإعادة على الجهة اليسرى، الكنترول بعد ذلك الدخول بهذه الطريقة، مرت بعيدة. بريسياني أصبحوا يسددون بكثرة. هذه الإعادة مرت على جسيم، وبريسياني بعيدة تماما، يسدد بهذه الطريقة. طلع ولقطة صعبة يا علي معمر. رجعت مرة أخرى أرجنتينيا البحث عن التسديدة، ولكن عالية بعيدة، راحت للعاصمة بوينوس آيرس يا بريسياني. يلا شدوا الهمة، كرة ترفع في القائمة الأول، وبالراس يحاول جسيم، بعيدة تماما، كرة بعيدة تماما. رجعت أرجنتينية في الجهة اليمنى، لكن في معمر. والله بطل، والله كبير يا علي معمر، كبير يا علي معمر، كبير في المراقبة. سعد يساند، أصل أرجنتينيا من جديد، العرضية، يا بطل
يا بطل يا ابراهيم يا جوميز، يا ابراهيم يا جوميز، هذه الراسية الماضية وابراهيم في الثواني المتبقية. نعم، الكرة في وسط الميدان، طولية أمامية، راسية بعد ذلك، حذاري من التسديد. اوت 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 اوت، التسديد اوت إلى بوينوس آيرس، إلى بوينوس آيرس، إلى بوينوس آيرس. أنتم أبطال العالم، هي صافرة الختام، صافرة المجد، صافرة العالمية، صافرة الكاس يا سادة يا كرام. فعلها أسود الأطلس، سمع زئيرهم في كل مكان، سمع زئيرهم في كل مكان، في دولة تشيلي، في أمريكا الجنوبية. قالوا بأن الأرجنتين هي بلاد المواهب.